هندي ثقل لموضوع الارهاب وعلاقته بالتنميه مثلا هيعوقها فعلا. ادينا له مثلا ثقل وزن 10. ففي قبل الارهاب المشكله السكانيه نديها 50 عقبه في سبيل التنميه. ليه؟ لان الارهاب ده sooner or later سنه 2 بالكثير ولا هو في انحصار مؤكد في انحصار. لكن المشكله السكانيه كل 5900 بني ادم بيزيدوا في اليوم قاعدين معانا 80 سنه. 80 سنه. فلك ان تتخيل مشكله بتنحسر وعقبه، ما بالك بالمشكله اللي هي في ازدياد وقاعده معاك قرابه القرن. اذا المشكله السكانيه هي في وجهه نظري وفي وجهه نظر كل مهتم هي العقبة الأساسية اللي بتواجه مجتمعنا دلوقتي. في نفس الوقت اللي بيقول الراجل بيقول الكلام ده هيقول الآتي: السكان هم أهم مورد لأي مجتمع. يعني السكان دول كل المجتمعات تصبو إلى أن يكون عندها سكان، لأن هم دول أداة التنمية وأداة التغيير وأداة كل شيء. فإزاي أنت عندك السكان وبتقول إنهم كده؟ السكان في هذه اللحظة الزمنية، معالي الوزير قال ابعاد المشكله السكانيه زي ما احنا بندرسها للناس عندنا: نمو سكاني مرتفع، انخفاض خصائص، توزيع سكاني مش متوازن. لكن الثلاثه دول اهمهم النمو السكاني اللي غير مسبوق او لا يتناسب ابدا مع امكانياتك. هو السكان هم عمود فقري لاي تنميه، واللغط اللي في مجتمعنا هم السكان نعمه ولا نقمه؟ ممكن اللغط ده ما عندناش رفاهيه ان احنا نثيره الان، لا ده هم نقمه بكل المشاكل دلوقتي. ليه؟ لان انت ما عندكش الموارد اللي تخلي السكان دول منتجين، اللي تخلي السكان دول متعلمين، اللي تخلي السكان دول صحتهم معقوله. العالم اتفق ان عشان تحافظ على مستويات المعيشه لازم ان النمو الاقتصادي يبقى على الاقل 3 مرات النمو السكاني. طب لما النمو السكاني يتعدى في السنين ال4 اللي فاتت النمو الاقتصادي، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه خراب، ده اسمه كارثه، ده اسمه نقمه، محنه. هو ما يوصفش الا بهذه الالفاظ. الحقيقه لما يبقى النمو السكاني اكتر من الاقتصادي، وبعدين انت عشان يا ريت كان النمو الاقتصادي 7 و8 و9 و10%، كنا قفلنا كلنا، كل واحد يربط لسانه ويسكت، لان خلاص النمو الاقتصادي بيصرف على النمو السكاني. يبقى عندك سكان متعلمين وصحاء ومنتجين وهكذا. وخاصه ان مجتمعنا القاعده العريضه فيه هي الشباب. احنا عندنا الناس اللي اقل من 40%، اقل من 40 سنه 75% من المجتمع اقل من 40 سنه. 68% أقل من 35 سنة. 61% أقل من 30 سنة. 61% أقل من 30 سنة ده توزيع ديموغرافي تحسدنا عليه الكرة الأرضية. إزاي المجتمع اللي عندك بهذا الشكل؟ والمجتمع اللي بالشكل ده عايز ينتج بقى، بس اللي ينتج ده عايز إمكانيات، عايز نمو اقتصادي يعمل له فرص عمل. فاذا هل احنا النهارده في ايدنا عصا سحريه نخلي النمو الاقتصادي اللي كان في ال4 سنوات اللي فاتت اتحسن دلوقتي طبعا شويه، وصل 4 او يمكن تعدى 4 في السنه الماليه الاخيره.